المصري هيختار رئيسه بإرادته الشعبية وبانتخابات حرة ونزيهة إن شاء الله. طيب نعم، يعني أنا عشان بتابع مع حضرتك الحقيقة يمكن صورة خاصة بالحياة الآن، وهي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. أعتقد إنه انتهى من الإدلاء بصوته، أو يعني في مرحلة الإدلاء بصوته، هنعرف دلوقتي. ولكن فكرة وجود المرشح في الطابور، يعني احنا يمكن سايبين السيد عمرو موسى لسه واقف في طابور الناخبين علشان خاطر يدلي بصوته في التجمع الخامس. إزاي حضرتك بتشوف هذه المشاهد أيضا، ومدى الإحساس بالأمن من جانبهم إن هم يقفوا وسط الناخبين وبيشعروا بكل هذا الكم من الأمان؟ ما هو ده التغيير اللي حصل في مصر، ان كل واحد بقى ملتزم في الطابور ايا كان هو مين. والحاجة الثانية ان الحمد لله القوات المسلحة والشرطة وزارة الداخلية قايمة بمجهود غير عادي، واحتلت اماكنها من اول امبارح، استلمت اللجان من اول امبارح، بدأت تأمنها. فخلاص المواطن المصري آمن تماما. ولنا التجربة السابقة في مجلس الشعب، على الرغم ان كان في اصوات كتير بتشكك ان الناس هتخاف تنزل، اعمال البلطجه واعمال سفك الدماء والمجازر هتحصل. الحمد لله كل الامور في مجلس الشعب مشيت، عدم يعني احنا هنا في بورسعيد لم نسجل حادثه فرديه واحده في انتخابات مجلس الشعب. والنهارده الحمد لله وانا بمر الصبح على اللجان، الاذاعات المدرسيه بالكامل بتذيع الاغاني الوطنيه، الموسيقات العسكريه بتعزف في شوارع بورسعيد، السيارات بتاعت الاحياء مركب عليها اجهزة الاذاعة، وبرضه الاناشيد والاغاني الوطنية. بنقول ان ده يوم انتظروا الشعب المصري طويلا، والحمد لله ربنا اراد انه يتحقق له امله في انه يكون هو اللي بيختار رئيس الجمهورية اللي هيقود مصر في المرحلة القادمة إن شاء الله. وإزاي حضراتكم استعدتوا في بورسعيد سيادة اللواء من الناحية الأمنية لهذا الحدث، ويعني كيفية التعامل معاه؟ ما أنا بقول لحضرتك القوات المسلحة وعناصر الأمن طبعا جالنا إمدادات كتيرة من القوات المسلحة وعناصر الأمن، بدأت تتمركزت في المقار اللجان الانتخابية، استلمتها بعد احنا ما جهزناها. المدارس بالكامل تم رفع كفاءة الحمامات وأماكن التصويت والإضاءة وتوفير الإضاءة الاحتياطية وتوفير الرصة والقفل لكل لجنة علشان أعمال التأمين بالليل. كل الكلام ده تم من عدة أيام، ومن أول امبارح بدأت عناصر الأمن فعلا تمركزت، بالإضافة إلى عناصر الأمن المنتشرة في محيط اللجان من الخارج وفي الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج للجان. الحاجة الثانية طبعا احنا عملنا اجتماعات كتيرة وخصصنا المهام للجميع، السيولة المرورية وانسيابها في محيط اللجان، توفير دكك وكراسي لكبار السن والعجائز اللي احنا بنشوف بيصروا على انهم يتحملوا المشقة ويروحوا علشان يطلبوا بأصواتهم. كل الترتيبات الإدارية تمت إلى أن تم تسليم المقار اللجان الانتخابية إلى عناصر الامن سواء القوات المسلحة او الشرطة المدنية اللي بتقوم بالسيطرة من خارج المقار الانتخابية. غرفة العمليات عندي هنا في المحافظة الساعة 8 كانت واخدة تمام من جميع اللجان الفرعية، بتواجد السادة القضاة، تواجد الامناء، تواجد الاعضاء اللي في اللجان، وبدء العملية التصويتية اعتبارا من الساعة 8 صباحا. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد، شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا ما زلنا بنتابع مع حضراتكم المشاهد المتعلقة بالسيد عمرو موسى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، واللي بيتواجدوا في مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، ومتواجدين